كيف نفرح وأهلنا في غزة يبادون؟ لا ينبغي أن يفهم التوازن بين الفرح والحداد على أنه تناقض وجودي، بل هو تعبير عن ثراء الرؤية الإسلامية وتركيبتها، رؤية ترفض اختزال الحياة في قطب واحد. الدم على المظلومين لا يلغي بهجة العيد، والفرح المشروع لا يشرعن الغفلة عن الألم المشترك، فالإنسان مؤتمن على إدارة تناقضات وجوده دون إلغاء لأي منها. الفرح يجب أن يكون بوعي وإدراك، ففي امتداده سؤال عن العدالة. هكذا نبتهج بتعظيم شعائر أمرنا بإحيائها، ولنفرح فرحة المدرك، ولنتذكر أن الدماء التي تراق لا تحرم الفرح، لكنها تعمق إحساسا بأن الفرح الحق هو الذي يولد من رحم الوعي لا من سكرة الغفلة. فكم من متباك متحازن غافل، وكم من مبتسم واع. العيد محطة تزود روحي نستمد منها القوة لمواصلة المسيرة نحو الحق والعدل. اللهم بارك لنا في عيدنا، وارفع البلاء عن إخواننا المؤمنين. لك والملك لا شريك لك.